خريبكا اللي يمكن نقولوا ان الجماهير ديالها اخيرا فرحات شويه بجوج ديال الانتصارات متتاليين. جوج انتصارات، كان الاول كونتر فريق الفتح الرياضي، والثاني كان خارج الميدان بجوج الواحد ضد فريق الكوكب المراكشي، هدف اللاعب بلال المقري وايضا اللاعب بينغي دونجي اللي اخيرا كان دونجي وقدر انه يسجل هدف انتصار وعطى باس ديال البيت الاول مع فريق اللي هو الكوكب المراكشي. المباراه المقبله ديال لوسيكا غتكون داخل الميدان مع شباب اطلس خنيفره في ملعب الفوسفات نهار السبت مع 3 ديال العشيه. هذه المقابله هذه غيحاولوا فريق المدرب ايد جودي انه يوصل للنقطه 17 في حال انه حقق انتصار ضد فريق كنعرفوا انه اخر مره تلاقى معاه في القسم الاول سنه 2015 كان انتصار الي روتور، وفي نفس السنه كان قصى لوسيكا فريق شباب اطلس خنيفره من هذه المنافسات ديال كاس العرش. اذا التاريخ والارقام مع فريق لوسيكا، ولكن الواقع شيء اخر، وخنيفره كيتالق بزاف في هذا الموسم مع المدرب سمير يعيش. كيفاش كيوجد ايد جودي لهذه المقابله؟ اخر مستجدات فريق لوسيكا اللي كان الرئيس ديالو حاضر في التدريبات ديال اللاعبين في بدايه هذا الاسبوع الجديد مع صديقنا محمد الرئيس. مرحبا بك الرئيس. مرحبا بك ايوب، مرحبا بكل المستمعين. فعلا المعلومات اللي عطيتي ديال ان لوسيكا ربحت خنيفره الي روتور وقصتها من الكاس، هذه كلها معطيات غادي تكون حاضره نهار السبت، بحكم على ان الفريقين عندهم لحد الان جوج ديال الانتصارات. كنعرف لوسيكا الان جوج انتصارات وصلوها الرتبه 12 و 14 نقطه، والخنيفره 19 نقطه يعني الرتبه الثامنه. اذا جوج رباحات ديال لوسيكا، واحد في خريبكا واحد في مراكش، وخنيفره عندها جوج رباحات متابعين بالميدان ديالها بحصص قويه. ربحت الكوكب 3 وربحت الكاك 4-0. اذا لوسيكا والخنيفره هذه مقابله غادي تكون مقابله ساخنه. لماذا؟ لان اخر مقابله واللاعبين والمسيرين والمدربين غادي يمشيو يرتاحوا. خصك تكملها مرتاح بانتصار. لا غادي يمشي المورال غادي يمشي شويه مرتاح، وغادي يمشيو حتى بجيوبهم شويه فيهم الفليسات، لان كياخذوا مع دوزنا جديد ديال الكوكب مجموعه من الانديه ما تياخذوش. اخرين غادي الحمد لله يعني اجور، يعني الماليه ديالهم اجور، وهذه ماشي غير هذا العام هذا، يعني ربما خريبكا من الفرق الاولى في المغرب اللي انا كنعقل من الثمانينات، يعني اللاعب ملي كيسني كيفتحوا لي كونت، يعني باش كيخلي لا طراس، ديك لا طراس ديال شحال خاد ربما واحد المجموعه من اللاعبين بلا ما نذكر سميتهم، ملي كانوا كيبغيو يغادروا اولمبيك خريبكا كيطلبوا منهم ذاك المبلغ اللي كانوا ادوا لهم كاجور ومنح، ملي كيوصل هذاك المبلغ كيسرحوه. هذه شهاده لله. اولمبيك خريبكا من الفرق اللي هي كتعطي، ولكن الملاحظه الاخرى وهي اول مره خريبكا في التاريخ ديالها كتسجل واحد ديفيسيت، واحد العجز هذا العام اللي تسجل 700 مليون، وراه شفنا يعني الطريقه كيفاش كانت هذيك 700 مليون. على اي قلت هذه مقابله غتكون مهمه جدا للفريقين، لا يعيش ولا اي جودي. وتنعرف على ان هذه المقابله غادي تكون من اهم المقابلات، ماشي مقابله ديال وسط الترتيب ولا الوضعيه ديال الفريقين، ولكن غتكون من اهم المقابلات، لان هذه هي اللي غادي تعطي الثقه وغادي تعطي المسار ديال اي فريق. لوسيكا بعد الماتش ديالها امام الكوكب فاخذه اوروبا الاثنين 3 ترينا، واليوم التدريب راه باديه. غدا في العشيه الجمعه الصباح من غادي يدخلوا مباشره في الكونسونطراسيون باش يركزوا لهذا الماتش اللي غادي يجمعهم مع خنيفره نهار السبت بدايه. نعم. بالنسبه للحضور ديال رئيس الفريق ديال لوسيكا، على السبب لانه حضر اللي هو مصطفى السكادي، وعادي ماشي الرئيس كيحضر الرئيس والمكتب، هذا من ناحيه ديال المورال. هذا امر هو امر عادي في المجموعه من الفرق الاوروبيه، ولكن في البطوله ما كنلاحظوش كثير. يعني ملي كيجي الرئيس كنتسالوا اول سؤال علاش الرئيس جا لندن. وهو انا نعطيك، انا نعرف ملي تسجل الاصابه في مراكش، يعني الناس اللي كانوا تماك يعني كان واحد الفرحه هستيريه. لماذا؟ لانه هو وحده والمريني اللي كان كيضرب الفريق كيعرفوا الخبايا ديال الفريق، يعني لهذه الفرحه فيها واحد المجموعه ديال الرسائل بالفعل. والحضور ديالو تقريبا مجموعه من الرسائل. اولا باش هذا بحال المورال، بحال الدعم المادي والدعم المعنوي، هو دعم هام معنوي في المجتمع معكم الى غير من هذيك. ولكن خريبكا انا قلت لك اللاعبين ديالها بداو كيرجعوا ديك الثقه، لان خريبكا خاصه الجانب ديال الثقه اللي فقدته، يعني شيء طبيعي يا ايوب. لعبنا الكره يعني ملي كتولي تخسر واحد 3 الماتشات ولا 4 الماتشات انت كتولي تشك في راسك، كتقول ماشي لعب مزيان.
نعم كنت توصل لمرحله الشك تقول واش انا كنلعب مزيان ولا لا؟ مزيان، وخاصه ملي كتعقب تفرج في راسك في التلفزيون وكتبان لك الاخطاء، وخاصه ان بعض اللاعبين عندهم واحد العين تقنيه احسن من هذوك اللي كيدعوا التحليل والتدريب الى غير ذلك. على ان هذه كل العوامل جعلت على ان الرئيس وبعض اعضاء المكتب كيحضروا باش كيحسوا الجمهور الحقيقي اللي كيمشي يحضر التدريب وكيشجع الفريق يدعموا. هذا هو الجمهور الحقيقي، لان الجمهور الحقيقي هو اللي كيحضر في التدريب وكيعرف اللعابه، وربما التحليل ديالو بعض الاحيان كيكون احسن من المدربين، احسن من الصحفيين. لماذا؟ اللي كيعرف اللعاب واش يوصل، واش عنده، واش ما عندوش، لا على مستوى الانسجام، على مستوى اللياقه، على مستوى حتى الاستيعاب هذيك لا كونسيبسيون ديال لي كونسيل اللي كيعطي المدربين. على اي اللي نقدر نقول لك على ان المقابله ديال السبت مقابله مهمه للخنيفره ومهمه للخريبكه، وعارف بان سمير يعيش يعني بدا يعطي تصريحات على انه غادي يجي باش يربح، وهذه رساله يعني كيحيد الضغط. هذا ما خصك تفهمه مزيان، لان المدرب بحال يعيش ملي كيقول بحال هذه المسائل يعني كيحاول يحيد الضغط عليه ويلوحوا على اللاعبين والمدرب ديال الاولمبيك وخريبكه. واكثر من ذلك مصادر موثوقه على ان خنيفره مخصصه تقريبا 10,000 درهم اللاعبين ديال اللاعبين ديال فريق خنيفره منحة انتصار، في حالة الانتصار بطبيعه الحال. لماذا؟ لان خنيفره ما نساوش الهزيمه ديال الروتور هنا في خريبكه، لان خريبكه ربحاتهم ذهابا وايابا، وخنيفره كتعقل في ذاك الموسم كانت يعني من الفرق المهدده. وما نساوش النهائي، لان خريبكه حرمت خنيفره من واحد النهائي كان غيكون هو الاول في الاستوار ديال خنيفره في كاس العرش. ومن اهم المراحل اللي حققت خنيفره، وربما المقابله هذه كانت جرات مراكش تذكر معايا بالفعل، لانه كان معاهم اغني المدرب الحالي ديال المسيره. هذه من المقابلات اللي ما تنساتش لخريبكه. لماذا؟ لان خريبكه وقفت لهم. لماذا؟ لان كان عندهم طموح كبير على انهم يمشيو بعاد في كاس العرش. لي زونطريمون اللي بدات المزقوني ما تدربش نهار 3 اليوم غادي يجري. لماذا؟ لان عنده واحد كان وقع له واحد طاكل في مراكش، تنفخات الرجل ديالو. العكادي هذا ما غاديش يلعب، عنده 10 ايام ديال الراحه. لماذا؟ اللي عنده واحد بتيتي نونغاسيون كميه كيدرب في القاعه، ربما عنده واحد ليغامون شويه خفاف. والقلعي هذا كان مصاب، ولكن القلعي يرجع للتدريب بحكم على ان الاصابه ديالو خفيفه. بالنسبه للتعاقدات، التعاقد كاين العسكري لحد الان، والفرقه مازال كتسنى هذيك الجواب لا ريبونس ديال الجنوب افريقيا بخصوص اللاعب ايغونا حتى السبت. الا كان جواب وجات الرساله من جنوب افريقيا لان اخر دوله لعب فيها ايغونا هي جنوب افريقيا، فغادي يكون كاليفي الماتش ديال السبت. غير ذلك يعني كتبقى الامور سريه، يعني تتعرف السوق عامره ايوب، وخاصه دوك السواق اللي كيعمروا مع الفجر، يعني ملي كتفيق تيقول لك صافي بدا شي حاجه داها. هذا واحد. ولكن انا اللي كان السؤال اللي كنطرح، وربما الراي العام كيطرحوا معايا، علاش الانديه كتفرح لهذه المرحله ديال الميركاتو، وعلاش الانديه تتفرح بان الجامعه سمحت لها باش تشري اللعابه؟ لان خريبكه ماشي هذه هي ليماج ديالها، خريبكه ليماج ديالها التكوين. هذا واحد. والعناصر اللي كتلعب في الناحيه كلها هذه كتولي الامنيه ديالها تلعب في لوسيكا، لان منها كتبان. انا عطيك الحدومي، الغرف، كبير، العماري اللي كان كيقولوا لي الوداديين، اسامه، سعد الله، حضار، فداديات، الزرقاوي، الطنجين، عركام، تبتي اللائحه طويله، اقدار والتكرادي الله يرحمهم، هادو كلهم ولاد ليكول. يعني ليماج ديال خريبكه، يعني ذاك السبيسيفيك ديال لوسيكا هو لا فورماسيون، ماشي هو الميركاتو. نعم هذا هو الميركاتو. لا هادو كيجيبوهم في الاول وكيدفيوهم. يعني ملي كيكون مدرب حريفي ماتش كيزرع لعاب، ولكن ملي كتبقى ربع ساعه واحد 10 دقائق كيزرع واحد اللعاب، كيبدا بحال اللي وقع للمعتاني. بالفعل مع المعتاني هذا يعني اللاعب ملي كيلعب دافي وسط واحد المجموعه من اللاعبين وتكون رابح بجوج 3 هنا كتعطاه المورال. ولكن باش نوليو نفرحوا على ان الجامعه شكرتنا وقالت لنا بان انتم الماليه ديالكم نقيه وبان خاصكم تبيعوا تشريوا، وانا تيبان لي سي ايوب السوق خاوي دابا ما كاين حتى حاجه. كاين جوج الانواع ديال اللاعبين، كاين اللي ما كيلعبش وكاين اللي باغيين يتفكوا منه. الى اللقاء.